لما ابتدت مصر تقوم بمثل هذه الأعمال، وضحت للمواطن المصري والمواطن العربي إيه ده، وشككت عند المواطن الإسرائيلي لدرجة إنه ابتدوا عملية رأفت الهجان، ابتدوا أكثر من موضوع يثار بالنسبة لموضوع رأفت، فحبوا يردوا على الرصيد اللي عمله، فابتدوا يعملوا عن طريق احد الصحفيين عندهم يعني رد ما استمرش 3 4 مرات احد الجرائد الاسرائيليه، انه بيقول لك انه دي كانت عمليه، ده كان عميل مزدوج وهو كان شغال، فطبعا يشككوا في العمليه. ردت عليهم على اساس بقول لهم انا برد مش لصحافه، انا برد المهني، وقلت لهم 3 حاجات كده هوت وانا بقولها يعني لو كان هذا الموضوع حقيقي كنت لازم عملتوها، لكن ما عملتوهاش. ايه ال3 حاجات اللي انا قلتها لهم؟ قلت لهم اولا مثل هذه العمليات دي عمليات ضخمه، يعني عمليه زي رأفت الهجان او الامثله العالميه بهذا المستوى، لما تيجي تقول لي ده عميل مزدوج او ده اصلا بتاعك، فطبعا في الحاجات دي لازم تسجل من الاول للاخر صوره وكتابه. فطبعا انا بتحداكم انه تظهروا صورته او اعترافاته او خلافه انه بيعمل معاكم. ده نمره 1. نمره 2، انتوا 67 وصلتوا للقناة، وكان الوضع في مصر يعني حالة يرثى له. طيب لو في ذاك الوقت كمان حاجة زي دي كنتوا اعلنتوها، اظن كنتوا يعني ممكن تجيبونا ما سكتوش. نمرة 3، انتوا ضربتوا ضربة تمام في 73، فلو كان ده كنت ممكن تعلنوا مثل هذا العمل على اساس احد الحاجات اللي انتوا كده، لكن لا ده اتعمل ولا ده اتعمل ولا ده. فانا بتكلم بعد كده اوقفت الردود اللي كانوا بيحاولوا يتكلموا فيها في هذا الموضوع.